يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا لسه نازل دلوقتي، هفتح الساعة 7 بالليل، بس هنزود العجلة والجنزير بيصفر، هنروح نزيته وبعد كده نكمل شغل. يلا بينا. احنا دلوقتي عندنا شفت الساعة 9، يعني بقى حوالي نص ساعة نروح نشرب كوباية قهوة. احنا عملنا العجلة، بص تصفيرة ما راحتش قوي بس هتروح مع الوقت. احنا دلوقتي فين؟ في شارع شهاب. هنروح نشرب كوباية قهوة ونبدأ ان شاء الله شغل. اوريكم بقى شغل بالليل عامل ازاي. طبعا عشان عندي امتحانات بالنهار وبروح امتحن في بني سويف، بروح واجي في نفس اليوم، فمش هينفع انزل بالنهار خالص. لسه بدري على الإشارة، بتسرع بس بفن. يا لهوي، ورايا تاكسي. بس بتاع الطلبات ده بص له يستغرب. بص قدامك يا طلبات، انا لابس الخوذة والموبايل. بس احنا دلوقتي في شارع شهاب. والله انا خايف حد يجي بموتوسيكل جنبي يروح ناتش الموبايل من الخوذة، ان هي مش ماسكة قوي. او يابا، والصاحب بيعمل قهوة اهو. نروح للتاني. بص الموبايل ازاي، الموبايل فوق والموبايل تحت ودنيا. عشان تعرفوا ان انا بتعب لكم، بس اشتركوا في القناة يعني. انا مش هشرب عند اللي كنت بشرب عنده غلالي القهوه 5 جنيه. انا مش على 5 جنيه ده، لما شاف تليفونين وتصوير وبتاع قال لك ده معاه فلوس. انا ما احبش حد يستغلني ابدا. هو في واحد بتاع قهوه جديد اهو، نجرب من عنده. السلام عليكم، عايز قهوه زياده. ايه؟ احنا المفروض الشيت يبدا اهو. بص قبلها بنص ساعه بيجيب لك ان انت لو عايز تبدا الشيت نار. العبط ده اهو، يبدا بقى الشيت. بعد كده بنزل اتمشى بالعجله، النفسيه بترتاح حتى لو مش هشتغل. بص الاجواء عامله ازاي. كمان النهارده الجو مش حر قوي، بالليل يعني مبقاش حر قوي، كمان في شويه هوا. نفسي الناس تبطل تزمر في الكلام عشان اعرف اصور. لسه لحد دلوقتي ما جالناش حاجه، ربك يبعت. سامع الدنيا عامله ازاي؟ نتمشى كده لحد ايه ما يجي لنا ورد. كانت صعبة الحالة بتسوء، وانا مؤمن ان ربنا فوق. هتروق الدنيا دي مش على كيف مخلوق. عايز اجيب سماعة احطها في العجلة. ربنا علشان عالم بالنية فتح لي باب جوايا انسان.
يعمل ايه يا انكل؟ معيش فرامل. هو فين النهارده؟ فاتح بقالي كده 5 دقايق بالظبط، ما جاليش ولا اوردر. اول ما افتح ويجيلي اوردر بستبشر خير على طول كده، ساعات اول ما افتح اول ثانيه كده الاقي اوردر جاي. النهارده اهو عمالين نتمشى، مفيش اي حاجه، ارزاق محدش ياخد الا رجل. احنا في شارع شهاب، داخلين كده على جامعة دول. عجلة صاحبي، عجلة مطار. حاضر يا عمنا. جالنا اوردر صيدلية. جالنا اوردر رايح صيدلية. صيدلية في وشنا الناحية التانية. هنعمل ايه بقى؟ ايه اللفة هناك؟ هي صيدلية فايد الناحية التانية. الاوردر ده من الصيدلية. أدوية وحاجات. معانا صيدليات، معانا كل حاجة بنوصلها. محمصات، العروبة دي معانا برضو في طلبات بناخد منها اوردرات. مطاعم. الحالة بتسوق بتسوق خالص. اوعى تاكسي، وربنا معاه فرامل، ربنا معاه فرامل. اوردر اهو. السلام عليكم. لو انت مش عارف العنوان، بص، لو انت مش عارف العنوان هتدوس هنا كده. بص هيفتح لك GPS، امشي عليه. واحنا عارفين الطريق، بس بقول لك يعني انت لو مش عارف يعني، هو في شارع النخيل قريب من هنا. نفتح اللوكيشن. ده اللي بيسألني يقول لي ايه، انا مش عارف العناوين. احنا ماشي على الGPS. الحالة بتسوق وانا مؤمن بربنا فوق. بص دي الشوارع العمومية اللي هي الجانبية، هتلاقيها على طول رايقة، يعني مفيهاش زحمة، إلا مثلا ساعة الظهرية بس الموظفين بتبقى خارجة، زحمة على كله. إنما هي في الطبيعي مفيش زحمة. بس الدنيا رايقة ازاي؟
بتاع طلبات جاي على مهلك واحد. بص مش البس الخوذة بتنعكشني شعر نيم. ده الباوتش طبعا طالع بيه عشان فيه الخوذة وفي الشنطة الكتف بتاعتي وفي التليفون التاني، طبعا ما ينفعش اسيبه تحت ممكن تتسرق. بس احنا معانا اوردر دلوقتي من صيدلية الميدان، الناس اللي قالوا فهمنا انت بتستلم ازاي وبتدفع ازاي. بص هو جايب لي ان انا ادفع هناك 55 جنيه وهحصل من العميل 75. فرق الخدمة ده انا باخدوش، انا كده كده سعر الاوردر بتاعي ثابت بس انا بورده للشركة. بص بتعرف منين بيبقى مكتوب. هنروح دلوقتي نستلم الاوردر. هي الصيدلية هنا قريبة مش بعيدة يعني. بس ما بحبش اوردرات الصيدليات لان ساعات بيبقى في ناس بتطلب الادويه اللي ما بتلاقيهاش كده فبتخش تطلبها من على الابلكيشن ما بتبقى ناقصه اصلا، فممكن اروح يقول لي الحاجه دي ناقصه الاوردر يتكنسل. بتحصل معايا كتير بالذات من الصيدليات، بس احنا ان شاء الله هنلاقيه. راح اسيبك تقاسي في ليلة. السلام عليكم. شباك 99. خمسة وتجيب 150. نستلم دلوقتي شهور بالرفل. بس احنا دفعنا 55 هنروح نحصل من العميل 75. هو هنا 14 نشيل بخون قريب مش بعيد. هنا السودانيين هنا صوتهم عالي على طول مزعجين، الله يكون في عون اللي يجاورهم. احنا دلوقتي تقريبا الساعة 2 بالليل، بس
ساتر يا رب. راح اسيبك تقاسي. يا حرات بس احنا ماشيين عكس اصلا. ليه بقى بنمشي عكس؟ امان ليا. طب ليه لو مشيت في العدل ممكن واحد يمشي جنبك بمكنه سريعه ويروح واخد التليفون. احنا هننط في العدل بس مش هنمشي كتير. بس خلي بالي وامشي على جنب. الاوردر من محل عصير سموزي بارادايس، بس عند كوبري الدور، مش بعيد هنروح له دلوقتي. اوردر ده فيزا. بص نعمل دفع، واول ما تستلم هيبقى مكتوب لك مدفوعه بالانترنت. بص هي بالليل بتبقى الشوارع رايقه، بس الشغل بيبقى ايه مش ضعيف، بس بتبقى مش عارف مسافات بعيده بالليل ليه. مش بعيده اللي هي بعيده يعني، بس الصبح عشان بيبقى في ضغط شغل تاخد مسافات قريبه خالص. بس بقى مفيش شمس بقى، الجو طراوه كده وحلو. بص استلمنا الاوردر قريب الشارع اللي قريب، هو مشروب واحد احنا معلقه في العجل. الشركة كان عاملة كام بونص؟ ادي بونص 2 3 4 5 6 7 اللي هيشتغل يوم العيد. بص منهم واحد هو اعمل 185 اوردر في 6 ايام ب 2700، واحد تاني 60 اوردر ب 650. يعني مجموع البونصات عامل حوالي 4000 اللي هيشتغلوا اسبوع العيد، ده غير طبعا حساب الاوردرات.